السلام عليكم بنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كيف الاحوال؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. تحيه لكم فين ما كنتوا، سواء كنتوا في المغرب ولا في الجزائر ولا تونس اللي كيسمعوني، ولا حتى في الجاليه في اوروبا. تحيه كبيره لكم ومرحبا بكم في القناه ديالي اللي مخصصه، يعني واحد 99% البنات اللي باغيين يحققوا الحريه الماليه ديالهم، يكونوا نساء مستقلات ويكونوا يعني برزقهم كيف ما كنقولوا. قبل ما نبداو البنات في الموضوع، عافاكم ما تنساوليش ديروا ابوني في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، يعني كل فيديو غادي نحطو يوصلكم ويبان عندكم باش كومسا تستمعوا ليه. وكل فيديو هناك غادي يكون يعني واحد بمثابة بالمثابة ديال واحد الخطوة اللي غادي تقربك لواحد الحياة اللي زوينة واللي انتي باغا وكتحلمي بها. واليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي فريمون مهم بزاف، وموضوع يعني اللي خاصنا نهضروا فيه، يعني ماشي شي موضوع يعني اللي باقي في هاد الوقيته هذه اللي حنا فيها دابا، ماشي شي حاجه اللي غريبه ولا ما عمرنا ما سمعناها. الموضوع ديال اليوم هو علاش الفلوس مهمه ومهمه جدا لي فام. علاش خاصك تكوني مستقله ماديا، وحتى لو كنت يعني في داركم، يعني كيصرفوا عليك وعايشه مع داركم، سواء مزوجه ولا ما مزوجاش، علاش كل مرة خاص تكون عندها استقلاليه ماليه ويكون عندها فلوسها في جيبها، سواء كان هذا المقدار ديال الفلوس صغير ولا كبير. وغادي نعطيكم الرأي ديالي ونصائح وتجارب ديال الناس اللي كانوا في نفس داك الوضع، وشنو داروا باش زادوا القدام. اول حاجه البنات اللي نقدروا اننا نقولوا انها مهمه وانها كتحقق بالفلوس وبالقوامه الماديه ديال المراه والاستقلاليه ديالها، هي الكرامه. يعني ما غاديش نقول لكم كيف ما كيقولوا بزاف ديال الناس انها الفلوس راه كتجيب السعاده. هي راه فريمون فلوس يعني كتجيب لك واحد النوع ديال السعاده، ولكن ماشي هي كلشي كيف ما كنقولوا. ولكن الكرامه يعني كتعطيها لك فلوس. يعني واخا يكون عندك مثلا غير واحد المبلغ غير صغيور ولا دخل غير صغيور ومدخول بسيط، كتقدري انك تعيشي وانتي يعني راسك مرفوع، ما كتبقايش تقولي حتى شي واحد عطيني، يعني ما كتصنعي حتى شي واحد يرضي عليك، ولا تبقاي ديري داكشي اللي انت اللي هو باغي ولا باغاه غير باش يدور معاك ولا باش يرضي عليك. والحرية المالية هي اول خطوة في الطريق ديال الحرية. يعني حنا ما كنقول لكمش انه عيب انه الوحدة مثلا تطلب الفلوس من باها ولا من راجلها ولا مها ولا مخوها، يعني هادو في الاساس راه كيكونوا مسؤولين عليك وراهم ملزمين انهم يعطيوك. ولكن مزيان انك توصلي لواحد المرحله ديال يعني تقدري انك تشري الحوايج اللي انت باغاهم لراسك، يعني ما تعتمدي على حتى شي واحد في هاد الحاله، زعما في داكشي اللي انت باغا ديريه. مثلا واخا يكونوا مثلا الاب ديالك ولا راجلك ولا خوك يعني مهلين فيك، كيديروا اللي في جهدهم يعني باش يوفروك داكشي اللي باغا، ولكن انت زيادة على داكشي كتقدري توصلي لراسك، يعني كتقدري تحققي لراسك شي حوايج اللي هما ما يقدروش يوفروهم لك. باغ اكزومبل مثلا واخا يكون مثلا راجلك يعني راجلك كيكون مثلا لاباس عليه وكذا ومهلي فيك، ولكن مثلا ما تقدريش تطلبي منه مثلا انك تاخدي مثلا ابارتومون هو ماشي في الاستطاعه ديالو انه يوفر لك مثلا ديك الحاجه اللي انت باغاها، ولا طوموبيل ولا براسلي ولا مهم كل واحد على داكشي على حسب داك الاستطاعه ديالو، وعلى حسب داكشي اللي قاد انه يوفر. يعني ديما كتكوني انت قاده توفري لراسك داكشي اللي باغا، سواء كانوا الناس اللي كيوفروا لك الحاجات الاساسيه ديالك وانتي كتوفري لراسك الكماليات.
يعني مثلا بغيتي تاخدي مثلا المكياج اللي يكون كاليتي، راكم كتعرفوا حنا لي برودوي اللي كناخدوهم والمكياج اللي كناخدوه، يعني الا بغيتي شي حاجه زوينه وحاجه الكاليتي ديالها زوينه راه خاصك تحطي فريمون فيهم فلوس. ولا مثلا بغيتي تسافري، ولا بغيتي تشري مثلا حوايج كتوبه، ولا بغيتي تخرجي مثلا مع صحاباتك، هادشي كامل يعني راه ما كنقدروش نديروه بلا، يعني بلا فلوس، فهمتوا؟ اون بلوس كو سا، يعني كتعطيك الفلوس واحد الحرية ديال التعبير. يعني مثلا ما كتكونيش عوالة على شي شخص انه يعطيك اول حاجة، وداك الشخص خاصك تبقاي ديما معاه في علاقة يعني اللي زوينة، باش تحافظي على انه هاد الشخص هذا راه كيوفر لك مثلا واحد المبلغ، ولا كيدور معاك، ولا يعني مثلا داك الشخص فاش ما كتكونيش نتيا معتمدة عليه كتقدري انك تواجهيه، كتقدري انك تعبري وتقولي الرأي ديالك، سواء كان هاد يعني سواء كان هاد الشخص هذا يعني راجلك، باك، كتعبري على داكشي اللي نتيا يعني اللي كتحسي به، ما كتخافيش انه الشخص الاخر يقطع عليك المصروف ولا يوقفوا لك، فهمتوا؟ يعني حنا كنوليو نتعاملوا مع الناس حيت هما كيتعاملوا معنا مزيان. مثلا انا شخص غادي يتعامل معايا مزيان، راه مفروض عليا حتى انا غادي نحترمه، غادي نعلي من القيمه ديالو ونكبر به كيف ما كيدير نفس الحاجه بالنسبه ليا. ولكن الا كان هذا الشخص هذا مثلا كيسبني، ما كيحترمنيش، المهم ما كيعاملنيش مزيان اون جينيرال، راه ما غاديش نقدر انني نواجهه ونفرض يعني نفرض عليه انه يحترمني الا كان هو كيكون هو المسؤول على يعني هو اللي المعين الوحيد ليا ماديا، فهمتونا البنات؟ و اون بلوس كو سا البنات الامان، يعني بزاف ديال البنات منا كتحطهم الحياة في مواقف اللي فريمون صعاب، يعني بدون اختيار ديالهم. مثلا كتحطي في شي موقف اللي كتحتاجي فيه فريمون انك تكون يعني بفلوسك، سوا انك نقولوا مثلا غير الدواء، مثلا كتحتاجي غير انك تمشي مثلا دونتيست، ولا كتمرضي وكتمشي مثلا لهذا الطبيب، راه ضروري خاصك الدواء. باش تشريو داك الدواء راه كنشريوه بفلوس، راه ما يمكنلكش تمشي للفارماسي وتقولي له عافاك عطيني عطيني يعني الدواء فابور، ولا راه ما غاديش حتى واحد ما غادي يتقبلها. وقيس على ذلك على اي حاجه اخرى، يعني كتأمني راسك وكتريحي راسك كتهلاي في راسك فاش كيكونوا عندك الفلوس. يعني احسن حاجه كديريها هي انه فاش كتكون عندك الفلوس ديالك نتيا ما كتقتصديش وما كتستخسريش في راسك، فهمتوني؟ يعني مثلا انا بغيت نمشي للحمام وناخد كسالة مثلا، ولا هذا راه غادي نمشي بفلوسي. بغيت مثلا نمشي نخرج مع البنات وكذا، غادي نمشي مثلا بغيت نفرح براسي ونمشي لشي كافي غالية، راه غادي نمشي حيت هادوك فلوس، يعني نعرف راسي شنو كندير. مثلا بغيت نشري مثلا الحوايج، غادي نمشي ناخد الحوايج اللي الكاليتي ديالهم زوينه، حيت انا باغا نتهلا في راسي وباغا نمتع راسي في بحال هاد الحوايج هادو، ولا هاد النيفو ديال ديال الحوايج اللي انتي باغاهم لراسك ما يقدرش واحد اخر يوفرهم لك. يعني هو ديما غادي يكون مثلا كيحاول انه يقتصد على راسو، فهمتوني يا البنات؟ يعني نتيا ما كتستخسريش في راسك مادام كتشوفي انه الحاجه يعني انه الثمن ديالها معقول، وانه نتيا فرحانه بها وغتخليك ديك الحاجه غتخليك يعني سعيده وغتلبسيها غتجي معاك وكذا، راكي ما غاديش تستخسري في راسك كيف ما كنقولوا. وكيف ما قلت لكم البنات، فاش كتكوني يعني بفلوسك وعندك مصدر دخل ديالك ما كتكونيش مجبرة على شي حوايج،
ولا انك ضروري خاصك تبقاي في واحد الوضع ولا في واحد الحاله اللي ما عجباكش. باغ اكزومبل كنتي في شي خدمه اللي كان عندك فيها شي مدير اللي مكرهك في عيشتك، ولا زعما واحد المحيط اللي توكسيك ما تقدريش انك تزيدي فيه، ولكن واخا هكاك مضطره انك تبقاي نتما حيت عندك كريديات، حيت ما قاداش انك زعما تكيتي داك الخدمه وتصرفي على راسك وتقدري انك توقفي على رجليك مادام يعني في انتظار انك تلقاي خدمه اخرى. ولا مثلا تكون وحده، كتكون شي وحده مثلا اللي كتكون مزوجه وما خداماش، ولا حتى واخا تكون خدامه وكتكون ما عندهاش واحد الحريه ماليه، يعني ما كتقدرش انها تغطي المصاريف ديالها كاملين ولا المصاريف ديال ولادها، يعني كتكون مجبرة انها تبقى في داك الزواج. سواء كان يعني كتبقى انها مجبرة تبقى في داك الزواج واخا يعني كتعرض للإهانة وكتعرض شي مرات للضرب، حيت كاينين شي سيدات زعما راه يعني كاينين زعما شي رجال اللي حاجه واش تقول واش سموهم رجال، يعني كيهلكوا عيالاتهم واخا هكاك كتلقاها مسكينه ما عندهاش فين تمشي، كيكون عندها جوج ولا ثلاثه ديال الوليدات اللي ما تقدرش انها تصرف عليهم ولا تهز غير راسها بوحدها. فهمتوا؟ يعني هي كون كانت في وضع اخر، كون كانت مثلا حرة ماليا، ولا كانت عندها خدمة اللي تقدر انها تهز بها مثلا دوك الوليدات، راه مستحيل انها تبقى مع ديك الراجل. فهمتوني؟ وحاجة اخرى البنات، يعني فاش كتكوني يعني كتكوني مثلا فلوسك كتحسي براسك انك يعني فخورة براسك اول حاجة، كديري داكشي اللي بغيتي. مثلا جات شي مناسبة بغيتي تشري مثلا لعائلتك شي حاجة، ولا بغيتي تفرحي ماماك بشي كادو وكذا، كيكون عندك فلوسك في جيبك، ولا الوالد ديالك مثلا بغى تستافده العمرة، ولا مثلا حتى الى مثلا جات شي حاجه اللي يعني شي ظرف طارئ وخاصك فريمون توقفي مع الناس، ما كتقدريش، يعني ما كتقدريش توقفي مثلا مع امك ولا اختك ولا باك ولا صاحبتك كاع الا كانت محتاجاك في واحد الوضع، مثلا كان عندهم مرض ولا شي ظرف طارئ، ولا واخا غير فرح مثلا كيكون غير عرس ولا مناسبه كتبغي انك يعني تفرحي وتفرحيهم حتى نتيا، ولكن ما كيكون عندك زعما ما كتكونش عندك حتى شي حاجه باش ديري هاد الشي. وحتى بالنسبه للوليدات راكي يعني فاش كتكوني اللي كتكون قويه وكتكون يعني بفلوسها كيف ما كنقولوا، راه كتكون عندها واحد الحياه اللي مغايره على الام اللي ما خداماش ولا اللي ما عندهاش مصدر ديال الدخل. يعني كتكوني يعني بغينا ولا كرهنا، يعني كتكوني يعني الفرق ما بين ربة البيت وما بين السيدة اللي خدامة على برا، انها كتكون يعني بغيت نقول لكم بحال كتكون محيطة بالامور، كيف يعني كتعرف الدنيا اكثر. فهمتوا؟ كتعرف الدنيا اكثر، كتعرف الناس كيفاش كيتعاملوا، كيفاش كيسواو، يعني شنو كيسواو، وكتعرف تتعامل مع الامور، كتعرف كيفاش تتعامل مع وليداتها، وكتقدر توفر ليهم يعني حوايج اللي يعني صعيب ان على الام اللي ما خداماش ولا اللي ما عندهاش واحد الدخل، يعني انها توفرهم لولادها، سورتو الا كان حتى الزوج حتى هو الحالة ديالو يعني على قد الحال وكذا. ولكن في حالة ما كانت حتى الأم يعني حتى هي خدامة، بجوج بهم كيتعاونوا باش يعني كيقريو داك الوليدات مزيان، كيلبسوهم مزيان، كيخرجوهم مزيان، كيكونوا مثلا الا كانت دارت شي اكتيفيتي في ليكول حتى هما كيشاركوا، الا كانت شي رحلات ولا يعني شي مخيم ولا شي حاجه حتى هما كيشاركوا، يعني كيحسوا براسهم على انهم بحالهم بحال الوليدات الاخرين. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ فهادشي علاش البنات يعني كيف ما كنقولوا واخا حنايا سيدات يعني ماشي ملزم علينا اننا نخدموا. هذه اولا، يعني ضروري في الشرع وفي الاسلام انه يعني الرجال اللي في حياتنا
يعني المفروض انهم هما اللي يكون عندهم القوامة المالية وهما اللي يصرفون من أ حتى لزد، ولكن ما فيها بس من الأحسن أنه حنا كنساء زيادة على داك الشي اللي كيقدر يوفرو الأب ولا يوفرو الزوج، ولا يكون عندي شي حاجة اللي أنا ديالي كنقدر نديرها لراسي بلا ما نرجع لحتى شي واحد، بلا ما نطلب من حتى شي واحد. و في حالة إذا كان مثلا الأب ولا الأخ ولا تحط في شي موقف يعني اللي في موقف يعني مادي اللي صعيب، سواء كان خرج من الخدمة ولا وقع له شي مشكل ولا احتاج شي فلوس ولا طاح في كريدي ولا شي حاجة في حال هكا، كنكون أنا بفلوسي اللي نقدر نخرجو من هاد الوضعية المالية هادي. فهادشي اللي كاين البنات، وقولوا لي نتوما شنو شنو الرأي ديالكم. انا هذا هو الرأي ديالي الشخصي، يعني شوفوا نتوما شنو بان ليكم، واش الهضره ديالي معقوله ولا لا. المهم جاوبوني في لي كومونتير وتهلاو لي فراسكم الغزالات، واللي عندها شي موضوع بغات اننا نهضروا فيه ونناقشوه من الاحسن بقاو تحطوهم لي في لي كومونتير، انا كنشوفهم. وان شاء الله كاع دوك المواضيع اللي غادي تحطوهم اللي تكتبوهم لي في لي كومونتير نولي نهضر عليهم في فيديو اللي موراه. صافي، يلا حبيباتي تهلاو لي فراسكم والى اللقاء.